بسم الله الرحمن الرحيم. معايا النهاردة، أنا اللي معايا مش هو اللي معايا، صديقي وأخويا باهر الممثل. ولكن النهاردة حابب إن احنا نطلع من حتة الممثل ونكلم باهر الإنسان. هل هيكون في فرق بين الإنسانية والتمثيل؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ وهل الإنسان ليه بوصلة بيمشي عليها؟ وإيه الفرق بين البوصلات؟ فحابب أقول له يا حبيبي. والله جميل، انت جميل وعسل كده. بدايه بداية. خطيره. عامل إيه؟ الحمد لله يا عم مدني، انت عامل ايه؟ انا مرتاح عامه ده يعني. أجمل حاجة. واضح ان هو باين عليا يعني. جدا. اوتفيت جامد واداء عالمي ومعلي عليا والله شويه والشو. حاجات بص كده كنت يعني جايبها انا على قدي خالص. وحطيتهم على بعض يعني. باهر، ايه الفرق بين باهر الانسان وعايز يوصل لايه، وباهر الممثل وعايز يوصل بايه؟ تحب تبدأ في ايه بين الاتنين؟ ما هما الاتنين نفس الانسان. خليني ابتدي معاك من البدايه. انا وانا صغير كنت طفل مش محبوب، وكنت طفل مزعج، وكنت طفل لزج، وكان عندي شوية مشاكل كتير كده. في حاجات كبرت معايا إلى حد ما يعني في مرحلة عمرية معينة، وفي حاجات الحمد لله تخلصت منها، والحمد لله يعني أنا في البروسس بتاعت إن أنا أتخلص من الحاجات. المهم يعني وأنا صغير كنت ما عنديش صحاب قوي، فكان الحاجة الوحيدة اللي أنا بتخرجني من المود إن أنا أتفرج على التلفزيون. كنت بتفرج على الأفلام، فالأفلام دي هي اللي شكلت الى حد ما شويه حاجات كده في شخصيتي. كانوا هم اصحابي اللي بيضحكوني، وهم صحابي اللي بيفهموني، وهم اللي بيطبطبوا عليا وبيقولوا لي ان انت مش لوحدك، مختلف. لانه في ناس كتير قوي عندها حاجات مختلفه، ولما بيلاقوا الاختلاف ده بيبتدوا يخافوا ان هم مش شبه الناس، فبيبتدوا يتوتروا. فانا بالنسبه لي فكره ان انا اعرف اعمل ده للناس هو ده الموضوع. لو حد قاعد بيتفرج عليا، بيتفرج على الفيلم اللي انا عامله او المسلسل اللي انا عامله، اقدر اطمنه واقول له انت مش لوحدك، عشان دي حاجة مهمة جدا. واقدر افهم الناس اللي حواليه انه ازاي يقدروا يتعاملوا معاه، وانه في نفس الوقت هو يقدر ازاي يظبط حاجات في حياته فيفرق او يتغير. فده اللي خلاني احب التمثيل قوي. حاليا انا بحاول ان انا من الحاجات اللي انا عشتها، عندي شويه تجارب وشويه خبرات وشويه حاجات، ان انا ادخل فيها سايكولوجي وعلم وحاجات، انه لو عندي الفرصه ان انا اقدر اعمل في الكاركتر شويه حاجات تخلي اللي بيتفرج عليا ده ممكن افيده، يعني يا ريت، اتمنى. ايه اكتر شعور كنت بتحس بيه وانت صغير اللي هو خلاك لما بتحس بيه دلوقتي وانت كبير اللي هو لا انا مش عايز احس ده تاني؟ كنت بحس ان انا مرفوض، وكنت بحس ان انا فيا حاجه غلط، وكنت بحس الناس مش عايزه تبقى حواليا. وساعات كنت بركب مسرح جدا جدا، وكانت كل الناس بتلف حواليا كده، ان هم عارف انت الاحساس ده، اه. اللي هو فكرة ان انت تبقى مش مرغوب فيك، وكمان الناس ممكن تعلي عليك عشان انت طيب وغلبان وحاجات عاملة كده. وده ما يمنعش انه الغلبان والمحترم ده لا جميل يعني. ما مين اللي كان موجود وانت صغير اللي هو بعد ما كبرت لا الشخص ده كان كله بيرفضني، اللي هو اللي كان دايما يتكلم معايا او كان بيتقبلني او؟ امي اه. امي يعني. امم. لا مفيش امي ثم امي ثم امي ثم امي ثم ابويا طبعا يعني الله يرحمه. الله بس يرحمه. امي بصراحه فرقت في طفولتي جامد قوي، و- ولغايه وما زال يعني لحد دلوقتي الحمد لله يعني. وهي كانت حاسه بالرفض ده بتاعك ان انت مرفوض او ان انت؟ والله بص، انا امي من الكيوتنس بتاعتها مش بتحسسني انا باي حاجه، هي طول الوقت بتطبطب عليا وطول الوقت جميله معايا. انا بحبك قوي قوي قوي. طنط باهر بيسلم عليك. كده اقدر اقول مثلا ان انا كنت بسمع زمان ان حاجات الطفوله ممكن تاثر عليك بعد ما تكبر، بس كنت بعد اقول لا الانسان بينسى الحاجات بتاعه الطفوله كسلوكيات كعاطفه كشعور. خليني اقول لك حاجه مهمه، حاجه في السايكولوجي مهمه جدا جدا، انا ذاكرتها عشان التمثيل. فالسايكولوجي بيقول ان اول 7 سنين من حياه الانسان هو اللي بتتشكل عليه شخصيته. بس لو الانسان ده انسان مفكر، وانسان عارف هو فين ورايح فين وجاي منين، بيبقى عارف ايه الحاجات اللي مش كويسه او ايه الحاجات اللي الناس بترفضها او كده، مع الوقت ومع الخبره فبيبقى عندك الاوبشن ان انت تروح تذاكر. خليني اقول لك حاجه يعني، تعال نتخيل، تخيل معايا انه كل حاجة انت بتطلبها من العالم او من ربنا هي زي مدرسة او زي جامعة. خلاص معايا ولا ايه؟ معاك طبعا. جميل. لو انت مثلا عايز تبقى قوي فبتخش جامعة القوة، فجامعة القوة دي اول ما بتخشها بيبتدي يجيلك دروس وبيجيلك مدرسين،
واحد يجي يقول لك على فكرة ممكن تعمل 1 2 3 4. بيجي لك امتحان في القوة. الامتحان في القوة ده ممكن يجي لك على شكل مثلا مشكلة، ممكن يجي لك على خناقة، حد صاحبك يزعل منك. فده الامتحان. لو انت ما عدتوش هيجي لك الامتحان تاني، وهتذاكر تاني، وهيجي لك مدرسين تاني. لو انت عديته هتعمل ابجريد ليفل تاني. فطول الوقت الانسان بيقعد يتعلم، وطول الوقت الانسان بيقعد يغير من نفسه. ده لو هو انسان عايز يوصل لحاجة معينة. انا عن نفسي انا نفسي ابقى احسن حد في العالم، ودي مش حاجة غلط. انا بحاول اطور من نفسي وبحاول اشتغل على نفسي، سواء بقى في حياتي او في التمثيل او في ان انا بقى انسان عامة مع الناس او كده. وده مثلا ليه علاقة انك تكتشف نفسك؟ طبعا. ازاي يعني ازاي طريقة الاكتشاف؟ يعني اكتشفت نفسك فين او امتى؟ انا لغايه دلوقتي بكتشف نفسي. كلنا بنكتشف نفسنا طول الوقت. الحاجات اللي انت بتعدي بيها هي بتبقى بمثابه تجربه. التجربه دي بتوريك نفسك فيها الحاجات الصح والحاجات الغلط، والغلط قبل الصح بالنسبه لي. لانه انت لما بتغلط وبتعترف ان هو غلط، بتحل 80% من الحاجه. انا مثلا زي ما قلت لك، انا كنت طفل لزج ومش عارف ايه وايه 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 وايه. احساسي بان انا عندي ده 80% من علاجه. انا بعد كده رحت وذاكرت وعرفت ازاي اتعامل وازاي اتكلم. دلوقتي مثلا الى حد ما عندي ثقافة. الثقافة دي ليها علاقة بتجارب حياتية، ليها علاقة بقرايات، ليها علاقة. انا مش شخص بيحب يقرا كتير، بس انا شخص بيحب يجرب كتير. انا بحط ايدي في الكوبس طول الوقت، فطول الوقت بحط ايدي في الكوبس. فلما بحط ايدي في الكوبس والكهرب بفهم انه هنا لا، هنا غلط، لا ده ماشي. وفي حاجات الناس بتقولها مش شرط تبقى صح ليك ومش شرط تبقى غلط ليك. يعني ممكن يقول لك ده غلط، بس لما انت تعمله الموضوع يبقى مختلف تماما. فانت لازم تجرب. انا شايف ان كل الناس لازم تجرب كل حاجة، وتقول ايه الصح بتاعها وايه الغلط بتاعها. بس في حاجات لما بنجربها مش هيعرف يطلع منها تاني. لو قلنا هنجرب كل حاجة، في ناس جربت حاجات وما عرفتش تخرج. ملناش دعوة بيهم بقى. انا برضو يعني عشان ما بقاش بقول للناس يعملوا وما تعملوش. انا بتكلم على نفسي. انا جربت من الشرق للغرب، خليني اقول كده بالشكل الجميل ده. والحمد لله الحمد لله انا وقفت في الحته اللي فيها الكور بتاعي، اللي هو يعني انا كنت مدرسه الفاروق الاسلاميه. فانا بديت بدايه اسلاميه جدا جدا جدا. اول 7 سنين من حياتي كان في قران، وكان في دروس، وكان في صلاه فيها ان انا بأم وانا عشان كان صوتي حلو في القران وما زال يعني الحمد لله. فكنت انا اللي بأم بالناس وبأم في البيت وبأم في المدرسه. فعندي من القران كتير. ومع الوقت بقيت اذاكر حاجات في العلم واطابق العلم بالدين. وفي حاجات كتير جدا 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 لو عندنا وقت اقعد احكي لك حاجات مترابطة ما بين الاتنين. يعني انت تكوين ديني كده، يعني كطفولة اتكونت دينيا. بالظبط. بعد ما كبرت ايه اللي حسيت انه انا لا، تكوين الديني هنا كان خطأ في الحتة دي؟ انا بالنسبة لي هو مفيش حاجة خطأ في الدين. بالنسبة لي ممكن طريقة التعليم زمان اللي انا مريت بيها كانت شديدة جدا جدا جدا. وكان الحاجات اللي هو لا ما ينفعش نتكلم في الحاجة دي، لا ما ينفعش مش عارف ايه. انا ده بالنسبة لي لا. انا مختلف. وانا من خلال تجربتي شايف انه الانسان مفروض يذاكر ويفهم عشان يعرف يرد. فكرة لا للأ دي مفيش حاجة اسمها كده. من الحاجات اللي انا درستها اللي هي ليها علاقة بالدين، لا مفيش حاجة غلط طبعا. بس ممكن في بعض الأسئلة او بعض عشان اللي هو لا دي انا بشوفها إيجابية، لان انت ممكن عايز تسأل وتشوف فتوه، انا عارف فما ان تعرفش انت تيجي انت تاني. بتخاف. انت فترجع بتخاف. اه بس الانسان مش مفروض يخاف. الانسان مفروض يستمتع، والانسان مفروض يتبسط، والانسان مفروض يفهم، والانسان مفروض يدور. فانت لو في حاجة مقلقاك روح دور. ما تستسلمش لخوفك ان انت ما تدورش. دور دور وهتلاقي. يعني مثلا لو احنا اتكلمنا حاجة بسيطة جدا علمية وموجودة في القرآن، اللو في اتراكشن، قوة الجذب، علم قوة الجذب، هتلاقي متطابق جدا مع القرآن. والفرق ما بينهم انه العلم بتاع الجذب ده بيقول لك اليونيفرس، العالم، والقرآن بيقول لك ربنا. فهم الاتنين بيشتغلوا، لانه انت بتتكلم على قوة اكبر منك. فلما بتعمل
ان انت تتفائل بالخير فتجده، الحاجة اللي انت مصدق انها هتحصل بتحصل. كل ده موجود في القرآن. بس هي الفكرة، ده بيتكلم على اليونيفرس وده بيتكلم على ربنا. الاتنين قوات اكبر. لما انت هتحط طاقتك في الحاجة هتيجي. بس هو الاصح طبعا انه احنا ربنا يعني. فاهم قصدي؟ بس اول مره وقفت قدام الكاميرا تفتكر اول حاجه كانت ايه؟ اقول لك بقى انا على حاجة تضحك جدا. وعلى اول شعور، يعني اول وقفه واول لا، شعور. انا اقول لك على حاجة تضحك قبل. اه. انا في الاول خالص، انا فاكر ان انا مره كنت رايح لاول مره في حياتي اه. اروح اعمل كاستنج. اوكي. كاستنج ده بتقف تقول اسمك، سنك، وزنك، طولك، تقف بالجنب يمين وشمال، وضحكه الحلوه فتبتسم له ابتسامه كده وبتاع. فقبل ما اروح كان الفيسبوك شغال، يعني كان هو ده اللي شغال بقى، مش كسوشيال ميديا بقى. انستجرام. كان ف... هو الهيرو ساعتها. فكتبت انا رايح اعمل كاستنج من ادعوا قد ايه لي. وقت الكلام ده؟ من قد ايه؟ 2012 2013. كتبت انا رايح اعمل كاستنج ادعوا لي. اه. بس فانا شفتها من قريب كده وقلت يا نهار ابيض، كنا فين وبقينا فين، الحمد لله. وكنت تتوقع ان انت ممكن توصل او يعني امسك الطريق على الاقل؟ والله بص، انا كان عندي ثقة غريبة جدا وانا صغير. الثقة دي كانت بالنسبة لي ايجو، هي مش ثقة في حاجة. لانه اللي هو يعني انا ما كانش عندي حاجة استند عليها، الثقة دي مش موجود يعني. مش مفروض ان انا بقى عندي ثقة، بس انا كنت واثق. سلبي ولا ايجابي كان ساعتها؟ ده بالنسبة لي سلبي جدا. اه. بص، الثقة اللي مش مبنية على حاجة دي ثقة فارغة، صح. ملهاش معنى. الثقة الحقيقية ان انت تبقى عارف انت واثق ليه. يعني انا دلوقتي عندي ثقة، والثقة دي مش مخلياني ان انا راسم الثقة فعامل كده وبتاع. لا لا لا، هي فكة هي والدنيا قاعدة ثقة عن علم. ثقة على علم انا وعلى تجربة، وعلى عيشة انا عشتها، وعلى مشاكل كتير عديت بيها، وعلى ظروف صعبة جدا، وعلى خسارة صحاب كتير، وعلى خسارة فلوس، وعلى خسارة شغل، وعلى حاجات كتير. وان انا اطلع من ده لده، يعني لا، دلوقتي انا اقدر استند على حاجات عدت في حياتي ابقى واثق فعلا ان انا انسان كويس. حاجة ملموسة، تجارب ملموسة. انا فت وشفت طب وعلى سبيل ده الرحلة دي بتاعتك، دايما اقول كل واحد ليه رحلة. رحلتك دي، صحابك ايه موقفهم من هنا؟ هل في حد مثلا اللي هو انت صاحب الرحلة، ولا دخول وخروج دخول وخروج دخول؟ بص هقول لك على حاجه، انا عندي ناس بحبهم من زمان، بس ما عنديش الصاحب اللي قاعد بقاله 20 و30 سنه والحاجات دي. بس عندي ناس صحابي انا ممكن اقابلهم على فترات واعرفهم مثلا من 15 سنة، ان انا اعرفهم من 3 4 سنين واحنا قريبين جدا، بس احنا مثلا الوقت والحاجات والبعد وكده مفرقنا شوية، بس بنرجع كما كنا عليه. اه. بس انا تعالى بقى اقول لك على حاجة مهمة، يعني بالنسبة للناس اللي انا خسرتها في حياتي، انا في الفترة دي، وبرضو حاجات ليها علاقة بالقرآن، ازاي اعرف الصاحب. انا مثلا دلوقتي ما بقيتش بقعد مع حد بيتكلم على حد، ما بقيتش بقعد مع ناس طول الوقت بتتكلم ان هم ضحية، ما بقيتش بقعد مع ناس شايفة ان هم كده وان هم مش هيتغيروا، انا طبعي كده وبتاع. انا بشوف ان الحاجات دي بتأثر عليك. ليه؟ لانه المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. خلاص. وعندك برضو الصاحب سحب، عندك برضو عادي صح. في العام يعني. صح. ففكرة ان انت تحاوط نفسك بناس تكون كويسة محترمة ماشية على نفس البوصلة بتاعتك، هو ده الناس اللي تقعد معاها. الناس التانية هتبوظ اخلاقك وهتبوظ افكارك وهتبوظ طريقتك وهتوديك في بوصلة غلط وهتوديك في حتة ان انت ما تبقاش انت اصلا. فاهم قصدي؟ البوصلة اللي هي ايه بوصلتك؟ في بوصلتين حلو. بالنسبة لي. حلو. في بوصلة عمل وفي بوصلة الحياة. بوصلة العمل بالنسبة لي أنا كانت شغالة لحد من سنة مثلا، وبوصلة الشغل ساعتها كانت بالنسبة لي إنه أنا عايز أجري ورا الشغل، وكنت بدور على الناس المهمة عشان أحاول أقعد حواليهم أو وسطهم، عشان لعل وعسى ممكن يشغلوني. كنت جريء انت. بعمل لا تمام، أنا كنت بعمل كل حاجة غلط. كنت بمشي الطريق الغلط لأن أنا كنت محاط بناس غلط، او مش ناس غلط، هم بيفكروا بشكل بالنسبه لي مش مناسب. ودي كانت طريقه انا بعملها لان انا شايف ان هم ممكن يكونوا بيوصلوا اسرع. يعني انا مثلا لو انا كنت ماشي على بوصله الشغل،
دلوقتي. لحد دلوقتي قصدك؟ كان زماني دلوقتي بعمل تيك توكس وبعمل حاجات اللي هي عامله كده. انا مش بغلط في اي حد ولا نيتي وحشه لاي حد بجد من قلبي يعني. بس كنت هبقى بعيد مثلا الفيديوز اللي بتتشهر. كنت هبقى مركز في فكره ان انا اعمل حاجه لقطه تبقى مثيره للجدل، فتخلي الناس تبقى عايزه تتفرج عليا. ماشي، بس هل اللي بيعمل التيك توكس ده النهارده نقدر نقول ما انا ان قلت هو لا. ان هو غلط؟ انا قلت لا. حلو. انا ما عنديش اي نية ان انا اطلع حد وحش. انا بتكلم انه في بعض من الناس بتعمل اثارة جدل بالغصب. يعني مثلا في ناس تقول لك المية على فكرة كتير منها غلط جدا. جيب تسمم مثلا. مثلا بيتكلموا بيقولوا كلام مش حقيقي او مش علمي او ما يعني ما يدخلش المخ، او يعملوا حاجات فجة. عايز يعمل بومينج يعملوا كده. حاجات فجة عشان الناس تتفرج عليهم. انا بالنسبه لي ده غلط تماما، وانا بحاول على قد ما اقدر. الله اعلم، الدنيا على فكره بتغير والناس بتعمل حاجات طبعا مختلفه. طبعا. والله اعلم انا في طريقي هعمل ايه، بس انا نيتي دلوقتي كده، وشايف انه الصح ان انا اعمل كل اللي عليا، وربنا هو اللي هيعمل كل حاجه. انا ما عليا الا ان انا اعمل كل يوم الحاجات اللي انا مفروض اعملها. وانا بالنسبه لي النجاحات الصغيره هي اللي بتحقق نجاح كبير. فانا لو انا قمت رتبت سريري الصبح ورحت الجيم، ورجعت من الجيم كلت وقعدت، لو عندي مذاكره اذاكر، لو هتفرج على فيلم، بالنسبه لي اصلا ان انا بقيت عايش دلوقتي كذا حياه مختلفه. ان انا مثلا بروح لاصحابي الضباط، هندي وباسل ومصطفى، يعني اروح اقعد معاهم واقعد معاهم في الكمين واقعد معاهم في القسم واشوف بيتصرفوا ازاي. والحاجات دي انا بالنسبه لي ده تعليم، وفي نفس الوقت انا ببقى قاعد فعلا مستمتع بالقعده. وانا صغير كان نفسي ابقى حاجات كتير، مش عايز ابقى حاجه واحده. انا لما سالوني انت عايز تشتغل ايه، قلت لهم ليه ابقى حاجه واحده؟ انا عايز اشتغل ضابط وعايز اشتغل طيار وعايز اشتغل. وما كنتش مفكر خالص ان انا ممكن ابقى ممثل. انا اصلا كنت فاكر ان في حاجز ازاز ما بيني وما بينهم. يعني انا بتفرج عليه في التلفزيون، انا مش هلمس البني ادم ده ومش عمري ما هشوفه في حياتي. فعمرك هما ما في حته واحنا وانا في في حته. حته، فمش هتتخيل ان انت تكون معاهم اصلا. بالظبط. فدي بوصله، البوصله دي بتاعت اللي تشيس، ان انت بتجري ورا الحاجات. انا بالنسبه لي حياتي دلوقتي ماشيه على اسس ليها علاقه بانه انا هعمل الحاجات بالراحه. دي بوصلة النجاح. لا، دي بوصله نجاح انا بقى. اه. ان انا هعمل الحاجات بالراحه. انا هعمل الحاجات بروقان. انا هشتغل على نفسي واحده واحده. وعلى فكره في مقوله مهمه جدا بتقول الطريق البطيء هو الطريق السريع. الحاجات اللي بتيجي بسرعه بتقع، لانه ما كانش فيه بنى حاصل. هي الدنيا كانت بتوديك بسرعه جدا جدا جدا. بس عارف انت لما مثلا لو انت ذاكرت اي حاجه غنى، تعال نتكلم في الغنى. لو انت جيت تذاكر غنى، الناس الشاطره اللي بتعرف تعلم بيقول لك بطئ الاغنيه واسمع مثلا العربه، فهتسمع العربه ببطء وتقولها معاه ببطء، وبعدين تسرع 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 لغايه ما تجيب العربه دي هتفضل طول حياتها معاك. فاهم قصدي؟ اه. انما انت لو انت العربه دي كنت جبتها بالحظ في مره عشان هي سريعه، هي جت معاك وراحت. مش هتعرف تجيبها تاني. بس كده. اه. لكن لو جبتها بالراحة فانا اوريدي اعرف اعيدها مرة واثنين وثلاثة. بالظبط. ذاكرتها كويس. بالظبط. لما بدأت ان انت تمثل وبدأت ان انت يعني عايز تبدأ تعمل حاجة زي كده، فانت حسيت ان بوصلة الشغل هي اللي ممكن توصلك، فانا هضطر ان انا اقعد مع كذا واعمل كذا واسوي كذا. هل انت بعدت عن البوصلة دي عشان انت تعبت، ولا انا لقيتها طريق مسدود مفيش منها فايدة فخليني بقى اعمل الحاجة اللي انا بستريح فيها؟ بص يا سيدي، تعالى نتكلم بكل صراحة. في الفترة اللي كنت في الأول شغال فيها، أنا كنت باني الشغل على فكرة إن أنا أبقى متشاف وإن أنا أتحب، لأن أنا كان عندي تروما من وأنا صغير إن أنا عايز أتحب لأن أنا مش مرغوب فيا. فكنت شغال على فكرة إن أنا عايز الناس تحبني، وكنت دايما بحاول أرضي الناس وبحاول أخليهم مبسوطين مني. وما زلت على فكرة عندي شوية كده منها، بس بحاول أتخلص منها واحدة واحدة. صريح، بحب جدا. الاستراحة انا ما عنديش بتاعتك. مشكله. انا دلوقتي بقيت راجل عارف نفسي وعارف انا كويس في ايه ووحش في ايه. وهي دي الثقه بالنسبه لي، مش الثقه ان انا ابقى جامد. انا مش جامد، انا عندي مشاكل زي كل الناس. فزمان انا كان عندي الحاجات دي، وكنت بفكر
في النجاحات، وكنت فاكر ان النجاح ان انا اوصل. الامتع في الموضوع الرحله، والله العظيم وبجد بقولها من قلبي. يعني الطريق. انا دلوقتي فعلا انا كل ثانيه ببقى قاعد مبسوط، كل لحظه انا بتعامل فيها مع شخص جديد لذيذ جميل وخلوق زيك كده، شكرا. ببقى حاسس ان انا ربنا انعم عليا بشخص كويس، حط في طريقي حد كويس، حط في طريقي شغلانه مختلفه، حد يقول لي فكره جديده. فاهم قصدي؟ فكره ان انت تبقى عارف ايه المشاكل اللي عندك تصارح نفسك بيها. وتصارح نفسك بيها، انا بشوفها تصارح نفسك بتفرق بيها. معاك جدا. وبتخليك في حتة اعلى عند الناس بتحب الانسان الحقيقي، مش بتحب الانسان الجامد. يعني برضو من الحاجات اللي انا قريتها، كون انت مش مهم تبقى بيرفكت، المهم تبقى انت. وعارف انت ايه؟ عارف بالظبط. انا ما انساش في لحظات كده عندي ما بنساهاش ابدا. منها اللحظه اللي انا صارحت نفسي بيها، كنت دايما استخبى من نفسي، اللي هو لا مش عايز ابص لدي دلوقتي، مش عايز ابص. اول ما وقفت بيني وبين نفسي وقلت انا واقف فين وانا بعمل ايه وانا عايز ايه وهوصل لايه، لقيت يا لهوي المفروض ده من بدري، ده المفروض من بدري قوي 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 عشان اعرف نفسي. مش سهله، ومش اي حد جريء يقدر يعملها. في ناس بتقعد تعمل حاجات في حياتها ما يقدرش ان هو يقف يصارح نفسه. فدايما اقول برضو، دايما باكد على دي نعمه من ربنا. طبعا. ده بتبقى كده حاجه ربنا اداها لك للحظه انت مش عامل حسابها، ولا وقتها ولا طريقتها، ولا انت بتبقى ساعتها متضايق او زعلان او فرحان. هي بتيجي فجاه، انت بتقعد تصارح نفسك انا فين. انا هقول لك بقى في اه الحتة دي، انا ما كملتش النقطة اللي فاتت. انه انا في الفترة اللي كنت ماشي فيها قوي على البوصلة، اللي هي وصلة الشغل. بتاعت الشغل. قعدت فيها وقت قد ايه؟ لا دي كبيرة، هحكي لك. انا بدأت معايا من فكرة انه انا كنت كده، وبعدين انا كنت بحاول اتعامل بكل حاجة تخلي الناس تبقى مبسوطة، وبتعامل بطريقة جميلة وكل الحاجات. والمهم انه في بعض من الناس طلعوا شوية اشاعات ان انا وحش جدا بشكل وحش في ايه؟ ما يمكن. مش هنتكلم في الموضوع. ماشي. فانا قررت، ودي حاجة مهمة انا بقولها عشان الناس تفهم، بس تفهم حاجة، لان ده عطلني 7-8 سنين كتير قوي. قوي. قررت انه انا هبقى انسان مش كويس طالما انتوا بتقولوا عليا كده. فعملت كل الحاجات اللي ما ينفعش ان انا اعملها. قعدت 8 سنين تعمل ده. وفي الاخر اللي رجعني، انا فهمت ان انا فاشل. انه يا معلم انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه بتعمل كده؟ ده مش انت، وده مش تربيتك، ودي مش اخلاقك، ودي مش افكارك. مش معنى ان الناس قالت عليك وحش ان انت تبقى غبي وتبقى وحش. بالعكس، خليك زي ما انت. وكل لما هتبقى قوي، وكل لما هتمشي في طريقك مظبوط، الناس هتبتدي تفهم انت مين اكتر، وتعامل معاك اكتر بطريقة صح. ومع الوقت انت هتبقى اقوى. هل ال8 سنين دول كانوا مدمرين لحياتي؟ لا، لانه كل ال8 سنين اللي انا عديت بيهم من حاجات كتير قوي 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 مش صح حصلت، انا اتعلمت منها. وبقيت دلوقتي الشخص اللي قدامك ده بقى شخص عنده فكر، وعنده علم، وعنده اكسبيرينس ان هو يقدر يقف في الطريق اللي هو ماشي فيه بقوة. كنت تعمل ايه في الجونة؟ كنت بعمل ايه في الجونة؟ بص يا سيدي، انا السنة اللي فاتت رحت الجونة فيلم فاستيفال كسيمي. ده اللي قصدي عليه. سيمي. وسيمي دي هي مفروض بروجرام هم عاملينه للناس اللي هم عاملين شغل وموجودين، بس يمكن الدنيا مش مساعدهم قوي، او ظروفهم مع الاخراج والانتاج ان هم مش منورين. وعادي ان انا اقول ان انا مش منور، انا معروف بس انا مش منور جامد دلوقتي. جامد يا باهر. فانا لما رحت عشان هم عاملين الموضوع فاندد ده اللي هو هم بياخدوه سفرك وكل الحاجات التانية اللي هي ليها علاقة بالترانسبورتيشن، ليها علاقة بالحاجات دي. وفي نفس الوقت شاكب راكب يعني. بيحطوا لك يا شاكب راكب عادي. والله يوم بنتكسف يلا شاكب راكب بس فهم كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا كده ويدخلوك في وسط الناس. فبتقدر تحضر الورك شوبس الخطيرة. حلو. بتقدر على فكرة في حاجة مهمة، الجونة فيلم فاستيفال هو مش فاشن شو. لا هو انت بتروح هناك تتعلم، وبتروح هناك تفهم حاجات كتير جدا،
بتروح هناك تقابل ناس مهمه جدا جدا بيتكلموا. اول مره اعرف ده اللي انت بتقول عليه. ما انا بقول لك عشان هو الناس فاهمه ان هو فاشن شو. طب ليه مش مركزين على الحق ليه؟ يعني انا اول مره اعرف المعلومه دي. انا اعتقد ان ده انتاجيا، لانه الناس مش هتهتم بالعلم بتاع التمثيل مثلا، او مش هيهتموا ان حد بيتكلم عن الانتاج او بيتكلم عن التصوير او بيتكلم عن الاخراج او بيتكلم أوكي. عن يعني حاجه مش هيبقوا مهتمين بيها. بس حلو. هيهتموا بايه؟ هيهتموا باللبس وهيهتموا بالوقع ولا هيهتموا فاهم؟ هم الناس بتحب كده وعادي، ومش هم اصلا طالعين من حياه طالع عينهم يا اخي، عايزين يتفرجوا على اي حاجه تضحك، اي حاجه اه. تبسطهم، اي حاجه، فاهم؟ انا رحت في الاول ما كنتش فاهم قوي وما كنتش عارف ايه اللي هيحصل، بس انا برضو كنت لسه على البوصله القديمه اللي هي بتاعه الشغل، ان انا عايز ابقى موجود وسط الناس اللي ما شاء الله جامدين قوي ويعني هتحط اون تراك وبتاع. وده شعور عادي على فكره، ما عنديش مشكله طبيعي فيه، ان الشعور ما ده عنديش يجي مشكله يعني. بس انا يمكن دلوقتي دماغي اختلفت شويه. فالسنه اللي فاتت انا كنت بعمل كده فعلا. السنه دي بقى اه. كان في فرصه عظيمه عظيمه ان انا هبقى منتر، او انا اللي هبقى الجايد في 10 من الممثلين اللي طالعين، جامد. واللي كانوا مثلا زي السنه اللي فاتت برضو جايين مش فاهمين قوي هنعمل ايه. فهم حطوني ان انا ابقى موجود، ان انا فاهمهم يعملوا ايه ويروحوا فين، وده احلى وده ألذ وده، ولو رحت هناك هتستفاد اكتر، والتاك اللي هي بتاعت الشخص الفلاني دي خطيرة، تعالوا يا جماعة نروح. فانا اصلا كشخص بالنسبة لي الحاجات اللي هي فيها جروبس دي بتبقى صعبة عليا، ما بعرفش اجمع الناس قوي، مش انا الشخص ده. فانا قررت ان انا هتعلم ده وانا معاه. حلو ده قوي. ده قوي قوي ايوه. قوي. انا اتبسطت جدا جدا جدا، لان انا كان معايا 11 تقريبا، 11 شخص خطار وجمال ومتفهمين جدا. وانا لما دخلت عليهم قلت لهم ان انا عادي يا جماعه، انا خايف زيكم فعادي يعني ان احنا كلنا جامد. نبقى خايفين واحنا رايحين الجونه، محدش فاهم هيعمل ايه قوي بالظبط، خلوا بالكم انه يعني اللي هيعمل حاجه غلط عادي ومش عارف ايه. وده اكبر دليل ان انتوا ما تسالونيش لو في اي حاجه بس. ايوه. فلا كانوا متجاوبين معايا واتكلمنا وبتاع. ولما رحنا هناك الحمد لله الحمد لله كنت سبب صغير جدا 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 انه الناس دي تشوف كل الحاجات بالشكل اللذيذ، ويبقى معاهم حد يفهمهم شوية ويقول لهم على ده شوية، ولو بيسألوني على حاجة برجع لهم. وطبعا عايز اقول لحياة يعني شكرا جدا على الفرصة دي، وانا بجد اتبسطت جدا 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 وعملت صحاب كتير جدا. والسنة دي بقى عشان نتكلم على البوصلة، بس نرجع قبل ما نرجع مين حياه؟ حياة هي اولا ماي كازن، اوكي. وفي نفس الوقت انا عرفت السنه اللي فاتت اخر مكالمه لابويا الله يرحمه، الله يرحمه. بعتها لي، قال لي انه كلمني يعني قال لي انه انت عندك حد قريبك في البيت في الجونه. فقلت له مين؟ قال لي حياة. قلت له حياة؟ دي حياة دي هي اللي معانا وبتاع وهي اللي ماسكه البروجرام. فقال لي دي قريبتنا ومش عارف ايه. فروحت بقى اتكلمت معاها، بس دي يعني كانت اخر مكالمه ما بيني وما بين ابويا. مكالمه والدك لما هو كلمك عن حياه، حسيت كده ان هو كان داعم ليك؟ كان ايه موقفه هو في المسار اللي انت قاعد تمشي فيه ده؟ وبعدين انت لسه وقتها مش عارف انا هكون او لا اكون. This is the question. وانا صغير يعني ابويا كان في الشده شديد وفي القوه قوي، ماشي قوي قوي الله يرحمه. انا كان عندي مشكله انه انا انسان الى حد ما يعني سنسيتيف شويه، فكنت بشوف ده عدم حب. ومع الوقت الموضوع ابتدى يتفاقم ويكبر، وابتديت احس ان هو راجل مش ابويا يعني، وابتديت احس ان هم جايبيني من عند الجامع وكده، زي كل الناس اللي هي وهي صغيره بتحس الحاجات دي. وبعدين اخوها يضحك عليها ويقول لها احنا لقيناك عند يعني كده يعني. المهم لما دخلت التمثيل، وخليني ارجع قبلها بشويه، اخويا جاب لي جزمه حمراء من امريكا، كانت سبرينج فيلد انا فاكرها. وبعدين لسه عندك لحد دلوقتي؟ لا خلصت بقى ماتت يعني، دي من 2010 مثلا. فلما لبستها وكنت نازل بيها ابويا قال لي ايه اللي انت لابسه ده؟ انت هتنزل كده؟ قلت له يا بابا ايه المشكله؟ قال لي ايه الجزمه الحمراء دي؟ الناس تقول علينا ايه في البيت في الشارع؟ بس يعني ابويا انا كان من النوعيه دي، فاهم قصدي؟ فانا بالنسبه لي لما انا جيت اخش ماس كوم انا كنت مكسوف جدا وانا داخل بكتب الاستماره. فسالت امي عشان اتاكد يعني اذا كان ده اوبشن ولا لا. فقلت لها ماما دلوقتي انا قدامي بيزنس وقدامي ماس كوم، يعني اكتب ايه ولا اعمل ايه، اقدم على ايه؟
فقالت لي بص يا ابني بيزنس، يعني انت هتبقى زي امي، كانت شغاله بانكر يعني في CIB، كانت مديره فرع. فقالت لي انت لو بقيت بانكر هتبقى عامل زيي، هتروح الساعه 8 وتمشي الساعه 8 بالليل. فالموضوع بالنسبه لي ما كانش افضل حاجه، وانا ما بحبش قعده المكتب، لان انا كرهت القعده اللي على المكتب دي بتاعت ابويا كان بيقعدني 8 ساعات قاعد بذاكر، وما كنتش بفهم حاجه عشان قاعد 8 ساعات يعني، فاهم. فامي قالت لي كده، قلت لها طب وماسكوم يا ماما ايه بقى؟ قالت لي ماسكوم يا حبيبي يعني هتصور. اول ما عرفت ان هو اوبشن قلت لها طب يا ماما سلام سلام سلام، ونزلت السماعه كده وقمت كاتب ماسكوم وشاطب على بيزنس وبتاع. فبقيت في ماسكوم، فبقيت بصور وبخرج وبمنتج وبعمل حاجات ورا الكاميرا كتير. وبعدين كنت ساعتها لسه طالع من الكوره، كنت بلعب كوره، لعبت كوره بتاع 10 سنين ولا حاجه، وفي نوادي يعني، نوادي صغيره شويه مش نوادي يعني. اخر نادي كان ايه؟ كان نادي مدينة نصر، وكنت ساعتها عامل زي كريستيانو رونالدو. كنت بروح اجري الكليه الحربيه مرتين في اليوم. انا راجل انسان مجتهد طول عمري، في اي حاجه بخشها انا مجتهد. قعدت اجري، كنت بجري الكليه الحربيه كل يوم مرتين. بروح المدرسه انطط، يعني انا كنت IG وكنت بسيب المدرسه، يعني بنزل كده البلاي جراوند العب، اقعد انطط. لو ما جبت اقل من 1000 ارجع اعيد. كنت بتفرج على فيديوهات لكريستيانو والميسي والرونالدينيو ومش عارف ايه، ان انا ازاي بيعملوا حركات وازاي مش عارف ايه. فكنت 24 ساعة كورة 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 كورة. وفجأة كنت رايح المقاولين، وعملت اختبارات ولغاية آخر اختبار وهتاخد خلاص. فقالوا لي بص معاك استغنى. قلت لهم لا والله من ما مدينة نصر. خدتهاش، لا ما خدتهاش. قالوا لي طب بص، عندك تو اوبشنز، يا تجيب الاستغنى وتيجي، يا تروح المقاولين به لسنة. مقاولين به دي كانت في طنطا خلاص. فانا رحت طنطا مرة واحدة، وقلت شكرا مش هكمل كرة تاني. لا وقررت ان انا مش هروح المقاولين به تاني. فرجعت عشان اخد الاستغنى، فنزلوني قالوا لي لا انت اصلا متصاعد 91، انا 93. فقالوا لي انت سنتين، فرق سنتين. قلت لهم ماشي. فبتمرن معاهم وماتش ودي وبتاع، واحد كبس فيا كده، جالي غضروف، التواء غضروف في الركبه. وهم بقى ابويا والدكتور تقريبا الله يرحمه، ابويا اللي هو الله يرحمه، والدكتور انا ما اعرفش، قال له ان انا لو كملت كوره قدامه يعني، وانا قدامه، فما اعرفش ده كان اتفاق ولا ايه. قال لي لو كملت انا ممكن ما اعرفش امشي تاني على رجلي. فضحكوا عليا بس، فبطلت كوره. وهناك بقى لما نرجع لماسكوم، فانا كنت بصور. فانا بقى كنت عاجبني بقى الفورمه وبتاع، فابتديت اصور نفسي واطلع توبلس في الصور وبتاع. وعجبني قوي بقى الموضوع ده، وبعمل حاجات كده. فبنت خالتي كانت عايشه في دبي، فقالت لي يا باهر انت ليه مش بتموديل؟ فقلت ايه ده، دي من دبي يعني اكيد شايفه ان انا ينفع موديل، فاهم. اه. فرحت سالته وبتاع، وعرفت فين مكاتب الكاستنج وكده، وابتديت اعمل اللي هي ادعوا لي انا رايح اعمل كاستنج، وخلصت الموضوع ده. وبعدين اشتغلت اكسترا. انا ما كنتش فاهم، مش عارف ان دي اكسترا كده انا. مش عارف ايه الاكسترا ده اه اصلا. اه. انا رايح، واحد صاحبي قال لي بقول لك ايه، ما تيجي النهارده؟ اجي النهارده اعمل ايه يا ابني؟ قال لي تيجي تصور. قلت له هم شافوني اصلا؟ قال لي يا ابني مالكش دعوه، تعالى بس. ماشي يا سيدي تعالى نروح. فرحت، وهات كذا طقم معاك وبتاع. المهم يعني رحت، فلقيت ناس يعني مش المودلز اللي هم ده مش انا كريستيانو بشوفهم. رونالدو واحمد ايوه. عز لا ناس تانية كده مختلفين. ماشي. فدخلت وبتاع. فالمهم لقيت صاحبي ده بيقول لي تعالى نقعد ورا العمود. طب يا معلم انا بصور وفاهم يعني، احنا ورا العمود ده مش باينين، فاحنا بنعمل ايه هنا؟ هنعمل ايه ورا قال لي يا العمود؟ ابني عشان ما تتحرقش. قلت له طب انا بعمل ايه هنا؟ قال لي عادي. المهم يعني خلصنا الموقف ده، وابتديت بقى اشتغل شويه اكسترا، لان انا ما كنتش فاهم برضو اعمل ايه عشان ابجريد. وبعدين رحت قلت لهم يا جماعه انا يمين يا هيرو. ومن ساعتها الموضوع ابتدى يتصاعد بقى، ان انا عملت كذا اعلان وبتاع، لغايه ما وصلت الاعلان بيبسي بتاع رمضان جامد. 2015. ومن بعدها الحمد لله جالي الاب الروحي وطاقة نور ونصيبي واسمتك وزي القمر ورانيا وسكينة. هرجع للاب الروحي. 6 شهور. انت بقى الفتره بتاعت الكوره وفتره لحد ما والدك كان موجود، هو كان راضي ولا مش راضي؟ والله بص، هو انا يعني ابويا كان نفسه ان انا ابقى موظف. ليه؟ لانه هو شايف ان الموظف ده حياته ستيبل او مستقره. مستقرة. ايوه، انه وقت ما انا مثلا هعيا، او وقت ما لو ايدي اتكسرت، لو اي حاجة حصلت،
حلوه الرايمنج ده، حلو قوي، عجبني. ان انت اي حاجه من الحاجات دي هيبقى عندك اولا تامين صحي، هيبقى عندك مش عارف ايه، هيبقى عندك ايه، لو اخدت اجازه شهر من تعب او حاجه ممكن ان هم يعوضوك جنب الحيط، ماشي جنب الحيط. بس انا بالنسبه لي مش دي الحياه، ومش دي مش ده اللي انا احساسي الداخلي بيقول لي ان انا اعمله. فانا لما ابتديت تصوير، ليه يا ابني حرام عليك، طب لو ايدك اتكسرت هتعمل ايه وبتاع. فالمهم لما ابتدى يعرف انا بقيت باخد كام، فابتدى يوافق واتبسط جدا بالموضوع. وبعدين انا قررت فجأة ابقى ممثل. ليه يا ابني تمثيل يا ابني؟ بس هو يعني هو ما لحقش يشوف اه يعني هو شاف الاب الروحي، بس هو حلو. كان بيسالني هو انت بتقول ايه. يعني هو كان متربي معايا، بس انا الفوناتكس بتاعتي كانت الحمد لله رايحه في داهيه، ما كانش حد بيفهمني تقريبا والحمد لله يعني خدت كورسز ان انا ايوه. اعرف اتكلم واقول الحاجات بشكل تتسمع. ارجع بس لحته الموظف، ومش معنى ان الموظف اللي بيعمل كده ان هو على غلط او ان ده لا، ما انت اه لبسنا غلط مع الناس. ايوه انا يعني. بقول ان الموظف هو انسان ماشي صح وماشي بشكل فكري جميل بس هو لكم دينكم ولي دين. انا بفكر بطريقة مختلفة. انا شايف انا ما بعرفش اشتغل في حاجة كل يوم نفس الطريقة. يعني انا التمثيل، الكورة هتلاقي فيها داينامكس مختلفة، هتلاقي ان التمثيل انا ممكن كل يوم ابقى وظيفة. صح. انا دلوقتي عامل مسلسلين ظابط، قبل كده عملت واحد مدمن، في النص عملت واحد كان ناجح وفجأة الدنيا ضاقت بيه ومش عارف اذا كان هو ماشي صح ولا غلط. في شخصيات، في حياة مختلفة، في تطور، في حاجات انا بذاكرها طول الوقت، في حاجات انا بتطور فيها. مش بقول برضو ان الموظفين مش بيتطوروا في شغلهم، بس انا بحب الحياة اه اللي فيها اسمها حاجات. لعنة دافنشي. عايزك تبقى تبص على اللعنة دي، هتوصف اللي انت قلته ده ده. موضوع شكله كبير اه قوي. بالظبط. في حتة الوالد الله يرحمه، لو عايز تقول له حاجة مثلا وهو كان قدامك تحب كنت تقول له ايه؟ هقول له انت اكيد شايفني، انا اسف ان انا فهمت متأخر ان انت كنت بتحبني، والقسوة دي كانت جاية من خوف وقلق وتوتر عليا، وان هو كان نفسه يشوفني في احسن حتة. وهقول له ان انا كان نفسي تبقى موجود وتقول لي الفيدباك بتاعك على 6 شهور، لانه دي كانت اول حاجة كبيرة بعد الاب الروحي كان نفسي يشوفها. بس هو توفى قبل ما يرجع، كان في الساحل وكان المفروض ان هو يرجع من الساحل يتفرج على المسلسل فملحقش. فانا كان نفسي بس ان انا اقول له ان انا عملت حاجه كويسه ودور كبير وعملت فيه شغل حلو والناس بتتكلم عنه. فهو ده اللي انا كان نفسي فيه يعني. عارف خوفتني لان شوية علاقتي متوترة بوالدي، ونفس الشعور ده جالي اللي انت قلت عليه. بفكر في وقت كده اللي هو انا ممكن افهم متأخر. اه، طب هل انا ممكن، طب انا في جزء فيه صح. طب ما تفهم دلوقتي، ما انا اه قاعد معاك اه افهمك. اه بحاول كتير فيها، عارف اللي هو انا بعمل كل حاجة، انا عملت كل حاجة انت تتخيلها. طب انت عايز كده يعني، انت حابب ان ده يبقى موجود، ولا انا اللي مش فاهم مثلا انت شايفها 8 وانا شايفها 7، ولا المفروض اجي الناحية التانية اشوف 8 هقول لك فهي جاية كده ولا؟ ان انت تفهمه ده اول الطريق. بص، هم زمان للاسف كان ان هم يتعلموا ازاي يتعاملوا مع الشخص الاخر كانت فيها قلة علم شوية. كان الموضوع بالقسوة وبالعصبية. وعلى فكرة خلي بالك، انا لما اتحطيت في ضغط ان انا ابقى عندي مسؤولية، لا انا كنت عصبي وكنت بتكلم بطريقة مش لطيفة وما كنتش مركز في طريقتي. وساعات وانا دلوقتي مثلا لما بقيت بتحط في ظروف عاملة كده ببقى شايف وانا بعمل كده ومتضايق مني، بس مش عارف اعمل حاجة لان المسؤولية بتبقى ضغط كبير وبتبقى مسؤولية كبيرة وبتبقى نفسك تعمل كل حاجة عشان الشخص اللي انت بتحبه او صديقك او ايا كان. بتبقى نفسك تعمل احسن حاجة ليه، او انت شفت خبرة معينة فانت نفسك تنقلها له بالكلام. وخلي بالك الانسان مش بيتعلم بالكلام، هم كانوا المفروض يتعلموها انه زي ما انت جربت انا كمان نفسي اجرب. انا عايز احط ايدي في الكوبس زيك، ليه بتمنعني احط ايدي في الكوبس؟ لان هم شافوا تجارب تانية مختلفة وشافوا ناس تانية حطت ايدها في الكوبس والكهربت ماتت مثلا. فهم مش عايزينك توصل للحتة دي. بس في الاخر لما هتفهم ان هم بيعملوا كده عشان بيحبوك، ولما هتعرف انه ده من حب،
فانت تعاملك هيختلف. فلما تعاملك يختلف ويعرفوا ان انت بقيت فاهم وان انت واعي. على فكرة انا اكتر فترة قربت فيها من ابويا كانت اخر سنتين ليه. واخر سنتين ليه انا كان اوريدي بقى الوعي عندي اكبر، وبقيت عارف اتعامل معاه اكتر، فابتديت افهمه اكتر، وابتديت افهمه ان انا فاهمه، فابتدى يهدى، وابتدى التعامل يبقى ألذ واحلى واجمل. فاهم قصدي؟ فهو الفكرة ان انت، هو ما كانش عنده الاوبشن. هو كان خلاص بقى عنده مثلا 40 50 سنة، خلاص عدى. مش عدى، ما فيش حد بيعدي زمن التعليم، بس هو بالنسبة له كان عدى زمن التعليم بالنسبة له هو. انا بالنسبة لي انت عندك فرصة ان انت تتعلم، ان انت تعرف تتعامل معاه. انت عندك فرصة ان انت تغير من طريقتك. انت عندك فرصة ان انت تعرف تطبطب عليه وتفهمه ان انت فاهم انه ده جاي من قلق وخوف ورعب، وان انت محتاج تجرب زي ما هو جرب. بس حط ايدي في الكوبس. ده مش لازم تحط ايدك في الكوبس قوي يعني، عشان ما تقولش ان انا اللي قلت لك. ماشي. هنقول لك بعدين. ارجع للبوصلة. ماشي. اللي بيوصل بعد ما بيوصل في الطريق بتاعه، بيوصل للنجاح بتاعه، يقول لك لا ده انا زمان كان احسن، ده انا يا ريتني ما وصلت، ده كان عارف ليه؟ استخدم اي بوصلة فيهم. استخدم بوصلة النجاح بتاعته، اللي او مش بتاعته، النجاح اللي العمل. هي بتاعت العمل. اه. ليه بقى؟ لانه هو جري بسرعة ووصل، ما استمتعش بالفترة اللي هو بيبني فيها طوبة طوبة. ما استمتعش بفترة ان هو ابتدى يفهم الحياة واحدة واحدة. اقول لك على حاجة، انا مثلا، والعياذ بالله من كلمة انا، يعني مش لا انت الايجو عندك كده كده كبيرة. كبير المهم يعني يعني في الأول لما عملت الأب الروحي كنت شايف إن أنا ناجح جدا جدا جدا، وواصل لحتة كبيرة جدا جدا جدا، وهروح هوليوود بعد كده وبتاع، وكل ده كلام فاضي يعني. بس هو فعلا ردة فعل الناس كانت كبيرة. أنا لغاية النهاردة الناس بتكلمني على الأب الروحي، لما بيشوفوه بيسلموا عليا أنا ببقى مبسوط جدا إن أنتوا فاكرين لي الأب الروحي. يعني ده من 8 9 سنين. يا بس أنا عشان وصلت بسرعة، أنا نطيت من موديل، لأن أنا في الأب الروحي واشتغلت 120 حلقة. فاهم كبر البتاع، وكان والشخصيه فيها تطورات كتير. وانا ما خدتش اهم حاجه في التمثيل بالنسبه لي، المسرح. ما خدتش التولز المناسبه اللي تخلي صوتي مظبوط، تخلي ان انا اعرف اختار طبقه صوتي، تخليني اعرف اتحرك بادي لانجوج كويس. التولز دي مهمه قوي، ان انت تبقى حاسس، دي اهم من التولز. بس لازم يبقى عندك التولز عشان تعرف تطبق احساسك. فانا ما كانش عندي التولز. فلما اتحطيت وانا على الابيض، صدمة على طول. على الابيض اه. زي ما بيقولوا كده. متضر للنار على طول. فنجحت عشان العمل كان ناجح، مش عشان انا كنت شاطر. فالنطة دي كنت وصلت بالنسبة لي، بس وقعت على جدور رقبتي. لانه على جدور رقبتي. على جدور رقبتي. انا بعدها الحاجات ابتدت تقل لغايه ما وصلت ان انا بعمل مشهدين وثلاثه، بس انا بختارهم طبعا، بس مشهدين وثلاثه في مسلسلات. فاهم قصدي؟ من 120 حلقه. بس عشان انا ما كانش عندي التولز، ما كنتش فاهم. وربنا حطني في الامتحانات ان انا طلبت ان انا اخش جامعه التمثيل وان انا ابقى عظيم، وان انا ابقى جامد، وان انا ابقى كده. اه. فربنا حطني في الاختبار ان انا اسقط عشان ابتدي اتعلم. ومن ساعتها من لغايه دلوقتي انا كل يوم بتعلم. انا رحت ورك شوب تقريبا 3/4 الورك شوبس اللي كانت موجوده لفتره زمنيه معينه. انا دلوقتي في المعهد بقالي 3 جامد. 4 سنين عاش. ومكمل. وطول الوقت بحاول اشوف حاجات بره، وبحاول اشوف حاجات اونلاين، وبعمل فوكاليز، وبعمل فوناتكس، وبحاول اغني، وبحاول ارقص، وبحاول اتعلم ازاي ابقى ظابط، وبحاول اعمل كل حاجه. لانه في الاخر هو التمثيل بالنسبه لي عامل زي الحياه كده. لو انت بتمثل اي حاجه لازم يبقى عندك سايكولوجي، لازم تبقى فاهم الانسان، لازم تبقى فاهم طاقته، لازم تبقى فاهم فكره، لازم تبقى فاهم بيئته، لازم تبقى، سلوكه. لازم تعرف تعمل كل كل حاجه. كل حاجة، كل حاجة ليها. ولازم تتعلم كل المهن، مش مهنه واحده. انت ما عندكش مهنه التمثيل، انت عندك مهنه الضابط، وعندك مهنه المدرس، وعندك مهنه، يعني في مهن كتير. طب بس نقدر نقول حاجة تانية. ما انت ممكن لو كنت عملت الأب الروحي وباهر علاقاته مثلا قوية، كنت طلعت من الأب الروحي على حاجة جامدة، فأجمد 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 فأجمد. هنا ساعتها ما كناش هنقول بقى التولز، ما كناش هنقول الأدوات، ما كناش هنقول المسرح، ما كناش، وكنت نجحت ولا ونجح. مش يمكن ربنا يعني حاطط فيا انا ده عشان اشوف، عشان اتعلم،
عشان افهم، عشان افهم. صح. علم هتبقى ينتفع مكتفي به. انك تفهم. علم ينتفع به. انت لازم يبقى عندك العلم اللي انت بتاخده، مفروض ان هو يعني لو انت ما عرفتش تطبقه ده مش علم. العلم لازم تعرف تطبقه، لازم يبقى عندك الفكر ده. وعلى فكرة من الحاجات اللي في الذاكرة، وان انت تفتكر الحاجات، وان انت تدرس الحاجة كويس، ان انت يعني لو انت ابتديت تعلمها بتثبت في دماغك اكتر، عشان بتقولها بصوت عالي. وبتقولها بصوت عالي، وكمان بتلاقي طريقة تشرح بيها للي قدامك، فبتعمل كونكشنز في مخك اكتر، فبتثبت اكتر. فبتثبت اكتر. لما وصلوا ليه الاغلب يا ريتني ما وصلت، او مش يا ريتني ما وصلت، وقلنا ان هو استخدم بوصلة العمل. هو جري ما انا بقول لك ما شافش الحاجات ما حسش بالحاجات الانسانيه. انا دلوقتي انا في بوصلتي اللي انا فيها دي، انا مستمتع بكل لحظه، انا مستمتع وانا معاك. زمان قسما بالله كنت هبقى قاعد متوتر جدا، وعايز ابقى تو بيرفكت، عايز اعمل كل حاجه مظبوطه، عايز قعدتي تبقى مظبوطه، وعايز طريقتي تبقى مظبوطه، عايز كلامي يبقى مظبوط. وده كان بيوديني في حته وحشه جدا، ان انا ببقى انسان من ازاز. هقول لك على حاجه من الحاجات مثلا اللي انا بفكر فيها دلوقتي. لو انا شخص مش باهر ماشي. وبتفرج على الانستجرام بتاعي، انا شخص من ازاز. بس انا هقول لك على حاجه ليه. لانه انا كل حاجتي دلوقتي لو بصيت على الانستجرام هتلاقي صور صور صور. ايه الواد ده مبسوط بشكله ومبسوط بلبسه ومبسوط بحاجاته. بس خليني اقول لك ان انا هو عيب محطوط. انك تبقى مبسوط، ان الواحد يبقى مبسوط بحاجة زي دي؟ مفيش مشكله، بس لازم يبقى فيه يعني، لازم تدي حاجه للمجتمع. بس انا هقول لك على حاجه انا بفكر فيها ازاي. عشان اعمل كونتنت لازم الكونتنت ده يبقى انترتيننج، وعشان اعمل كونتنت يعني يعني لازم يبقى مسلي، ولازم يبقى بيضحك، ولازم يبقى زي اللي موجود. ما هو اللي موجود ناجح عشان هو يعني هو في ناس بتقلد ناس بتقلد ناس، عشان ده الكونتنت اللي ناجح موجود دلوقتي، او اثارة الجدل، او الحاجات دي. يعني انا مثلا لو قلت لك دلوقتي انا احسن واحد بيرقص بلدي في مصر، الناس كلها هتتفرج، هتخش تشوف هو بيقول ايه، ده مجنون ده ولا بيعمل ايه ولا بتاع. انا مش عايز اعمل حاجة اثارة جدل، ومش عايز اعمل حاجة تبقى فجة، ومش عايز اعمل حاجة متقلدة. انا عايز اعمل الكونتنت بتاعي. انا ايه ممكن اكون شاطر فيه؟ ان انا عندي خبرة في الحياة شوية، وعندي شوية سايكولوجي، وطلعت من وقعات كتير كذا مرة، فده انا اقدر اساعد بيه الناس. بس هل الكونتنت ده هيبقى مسلي للناس؟ طب ازاي الكونتنت ده يبقى مسلي للناس؟ ان هو يتعمل في افلام، ان هو يتعمل في مسلسلات، ان هو يتعمل في الحاجات دي. هل انا عندي القدرة ان انا كوان مان كرو اعمل كل الكلام ده؟ مستحيل. هل انا متاكد ان انا لو انا بعرف اخرج وبعرف اصور وبعرف، بس الماستر اوف اول از ماستر اوف نون. اللي بيعرف يعمل كل حاجه مش ناجح في حاجه. فانا ما ينفعش اعمل كل ده، لازم يبقى معايا كرو. وعشان الاقي الكرو ده دي حاجه صعبه مش سهله. طبعا التيم ده وعشان صعب، صعب قوي. وان انا الاقي حد شاطر في التصوير، ولا حد شاطر في الاخراج، ولا حد شاطر في المونتاج، ولا حد، الموضوع مش هيبقى لذيذ. فانا مثلا زي البودكاست ده، انا بالنسبه لي مبسوط جدا 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 ان انا معاكم مبدئيا، وان انا قاعد هنا اقدر اتكلم عن نفسي بشكل انساني، واقدر اقول الحاجات اللي جوايا. فده بالنسبه لي مثلا هقدر اوصل بيه انا فكري ايه. باهر، فين الانثى في طريقك ده؟ ايه ما... قلب الانثى قطه. يا حبيبي. لا انا حاليا اللي انا بحاول اركز فيه هو ان انا ابقى ناجح. وناجح دي مش ان انا اوصل للبوصله بتاعه الشغل، ان انا اروح في حته رهيبه. ناجح ده ان انا يعني، خليني اقول لك على حاجه. لو احنا هنتكلم في العلاقات، تعال نتكلم في العلاقات. انا انسان مش جاهز. الانسان عشان يفكر يرتبط بحد لازم يبقى جاهز. جاهز ازاي؟ جاهز نفسيا، ان انا ابقى محقق نفسي، فحاسس ان انا تمام، فاقدر ابقى مع حد وانا حاسس ان انا كامل، ما بقاش فاضي وعايز حد يكملني. بس عمرك ما هتوصل للكمال. ما هو مش الكمال لوحده، بس طبعا. احنا مش بنتكلم في ده برضو، احنا بنتكلم في ان انا احس انه انا محقق. انا المفروض ابقى مصدر الامان. فعشان ابقى مصدر الامان لازم هي تبقى واثقه فيا، وعشان تثق فيا لازم يبقى معايا اثباتات. صح. اثبات ان انا ناجح. لازم ابقى جاهز ان انا اقدر ان انا اعمل ده لنفسي، ان انا ابقى ماديا كويس وابقى معاها كمان كويس.
لانه برضو انت كراجل، انت يعني الرجال قوامون على النساء، فانت لازم انت اللي تبقى بتعول يعني. فانا بالنسبه لي فكره ان انا اخش في ريليشن شيب دلوقتي وانا مش جاهز مش صح، هاذيها وهاذي نفسي. فانا اللي المفروض اعمله دلوقتي ايه؟ ان انا اركز في شغلي وان انا انجح في شغلي، ولو حد موجود في الطريق وهيبقى معايا باراليل، مش ان هو يبقى بيساعدني، باراليل، ويعيش معايا التجربة لغاية اخرها، انا تمام. فاهم قصدي؟ اه انما في الاخر انا دي حاجة انا مش مركز فيها، انا مركز اكتر في ان انا اعمل الحاجات اللي تخليني كبني ادم مظبوط، تخليني قادر على ان انا انجح، قادر ان انا اعرف افكر، اعرف اوصل لحاجة كويسة. ومهما اتاخرت انت لحد ما انجز ده. بس ببساطة، بكل بساطة. اه يعني مش هتيجي وقت تنازل تقول لا خلاص بقى لا انا لا ما لا، وصلتش فخليني ان حاولت انا. كتير قبل كده وفشلت، لانه اللي بيعمل كده ما بيبقاش ماشي على بوصلة صح. يعني انت ما دخلتش علاقات قبل كده ابد لا، ما ما انا بقول لك ارتبطتش؟ ده قبل، اه ده زمان. طيب انت النهارده بعد العلاقه دي تقدر لما تيجي خلاص وصلت لكل اللي انت بتقول عليه ده وتمام، هتختار ايه اول اختياراتك؟ يعني ايه الصفات اللي هتبقى تقولي واحد اتنين تلاتة؟ بني ادم، اعتقد في التوقيت اللي انت فيه ده تبقى عارف انت عايز ايه. بني ادم، يعني ايه؟ كلنا بني ادمين. انسانة. بمعنى؟ انسانة دي اولا عندها values، يعني يعني عندها قيم واخلاق بتاعتها هي، اه والقيم دي تبقى متناسبة معايا، حلو. ومتناسبة مع تربيتي، ومتناسبة مع أخلاقي وأفكاري، أيا كانت هي إيه ساعتها. بس أنا بتكلم إنه يبقى قيمها من قيمي، أنا مش هاخد حد غيره. الإنسانة اللي هتيجي في حياتي لازم يبقى عندها القيم بتاعتها، والقيم دي تبقى بالنسبة لنا تبقى عالية، تبقى عارفة قيمة نفسها، عارفة يعني إيه راجل وإيه ست، عارفة ازاي تتعامل مع الراجل، اخلاقها تبقى كويسة، تبقى جميلة على فكرة. انا بحب الجمال كده كده. ايه معيار يعني الجمال عندك؟ معايير الجمال انها تبقى جميلة، ان انا عيني لما تشوفها تبقى مبسوطة، ما انا يعني ما هي انثى فهي مفروض تبقى جميلة عادي. صح. وعادي كل واحد وليه ذوق، كل البنات حلوين. كل البنات بتحبك، كل ايوه البنات كل حلوين البنات حلوين طبعا يا سيدي، يا ايوه. بختك وانت اللي زيك مين، وايه ده وايه ده. كل واحدة فيها الحاجة الخاصة طبعا بيها، طبعا اللي هي الحلوة فيها، طبعا، تفكيرها، اسلوبها. روحها، اه طاقتها، الموضوع مش براني بس انا بالنسبه لي يعني دي من المعايير اللي عندي بصراحه. وعادي، مش عيب ان انا اقول ان انا عايز احب واحده تبقى جميله، بس مش جميله بس، جميله شكلها حلو، طاقتها حلوه، افكارها حلوه، قيمها حلوه. وعلى النقيض بتاعه انا هبقى بحاول اعمل كل حاجه تبقى موجودة عندي. زي ما على فكرة أنا بشوف إن كل حاجة بتكتسب. يعني أنا ما كنتش بعرف ألبس زمان، وما كنتش بعرف التسريحة المظبوطة علي، يعني كل الحاجات دي بتكتسب وممكن تعلم، وممكن الإنسان يقرأ عنها ويفهم إزاي يعمل إيه. على فكرة البنات كلها دلوقتي بقوا شكلهم حلوين، يعني بيعرفوا يلبسوا وبيعرفوا يعني. صح فاهم قصدي؟ مش أزمة. لا لا، اللي عايزه تجتهد، اللي انا بقول ده اجتهاد على فكرة. بالظبط، اجتهاد. اه اجتهدي على كل ما ده. كنت مجتهد هتبقى جامد. زي ما الراجل بيجتهد برضو على نفسه بالظبط اجتهد. بالظبط انزل جيم، ابدأ اظبط، شوف انت رايح فين جاي منين. بالظبط. صحابي اختارهم ازاي؟ اختارهم ازاي؟ انا قلت لك كانوا هم ايه في دورك، قلت لي انا ماليش صحاب لا، 20 عندي، بس و30. عندي صحاب دلوقتي كتير، في منهم ظباط، في منهم صعايدة. بتحب الظباط قوي انت يا باهر. دلوقتي يعني بجد الظباط اللي انا اعرفهم اه حببوني في الظباط، لان هم محترمين، بيعرفوا يتعاملوا مع الناس كويس جدا، واذكياء، وفي منهم الكوميدي، وفي منهم اللي عامل كده قوي، وفي يعني فهم زينا عادي يعني يا جماعه. هي مش عشان هو ظابط فهو صفه، لا هو انسان عادي. بس انا بتكلم انا دلوقتي بقيت بنقي صحابي باخلاقهم وقيمهم وطريقتهم في التعامل، وان هم يبقوا على نفس المقياس بتاعي، لانه زي ما قلت لك المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخال. والدين هنا بالنسبه لي اكتر ما منه اخره، بالنسبه لي دنيويا. كل ما كانت اخلاقك او قيمك مظبوطه هتعرف تتعامل. لو انت مش ممثل كنت هتبقى لعيب كورة ولو ما و... كنتش لعيب كورة او ممثل كنت هبقى مصور واديتور وحاجات. ولو ما جامد. كنتش التلاتة ممكن احاول ابقى مغني. ولو ما كنتش مغني كنت ممكن ابقى ضابط. ولو ما كنتش ضابط كنت ممكن ابقى طيار.
ولو ما كنتش طيار كنت ممكن ابقى حاجات كتير قوي. حياة مفتوحة، ممكن نعمل اي حاجة. ايه البلان بتاعتك اللي انت ماشي عليها دلوقتي؟ الخطوات عايز توصل لايه مثلا، او عايز توصل لايه؟ وهل انا ماشي في خطوات فيها ولا انا طيب، مش ماشي انا فيها؟ انا عايز اوصل لايه. انا عايز اوصل ان انا ابقى اهم ممثل في مصر، حلو. وعايز ابقى عالمي، مش مصري بس، جريء مش هنا بس. وصريح، فاهم؟ ما يعني اللي لا هو لا، لا انا مش هقول هكسف، انا عادي. ملوش علاقة بأنا ممثل قوي قد ايه او ضعيف قد ايه. مش ملوش علاقة بأنا شكلي حلو قد ايه او شكلي مش حلو قد ايه. هي ليها علاقة اكتر بده روحي عايزة توصل لهنا. خلاص، انا بعمل اللي عليا. لو انا مت دلوقتي حالا واحنا قاعدين هنا، انا راضي. لان انا لحد دلوقتي، لحد لحظتنا دي، اه انا بعمل اللي عليا في كل حاجه. اه حتى في البودكاست ده انا ما بخلتش بولا كلمه، اللي جوايا طلع. فانا بالنسبه لي لو مت حالا، قسما بالله انا تمام يعني عامل كل الاسباب، النتيجه دي مش بتاعتي. بس هو اه ربنا هو كن فيكون. امم انت بتعمل اللي عليك والباقي على ربنا. علاقتك ايه بالصلاه؟ تصلي؟ علاقتي بالصلاه متقطعة، بس هي موجودة. بس أنا برضو تعالى أقول لك على حاجة، يعني دينيا اه متقطعة. حلو. بس أنا بشوف إن الصلاة هي موجودة طول الوقت. يعني أنا الحمد لله، الحمد لله بذكر ربنا طول الوقت الحمد في لله. في حياتي. يعني أنا في البودكاست ده يعني ذكرت ربنا كتير. أنا بالنسبة لي الشكر بيزيد. أنا طول الوقت بشكر ربنا على نعمه، بشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي أنا عايش فيها، من اهلي، من صحابي اللي انا متعرف عليهم، من الطاقات الحلوه اللي بشوفها من الناس لما بتشوفني، من حاجات كتير. يعني نعم، انت اصلا كلك نعم. انت بتصحى كفايه ان انت بتصحى من النوم، كفايه ان انت بتشوف، كفايه ان انت بتشم، كفايه ان انت بتستطعم، كفايه ان انت بتسمع، كفايه انت بتلمس، كفايه انت بتعمل حاجات كتير قوي. فانت كل حاجه في حياتك نعم. فلو انت شكرته على 10 بس الصبح و10 بالليل، قسما بالله هتزيد. مرضيه. والله العظيم الحمد لله. م- والمرة دي الحمد لله بجد. اه من سنتين تلاتة كانت الحمد لله الحمد لله. كلمه. كلمة. مش مؤمن بيها ده يعني. وعي بقى، فرق الوعي. ما فكرتش ان انت تسافر بره، تقول مثلا انا مسافر بره اشتغل بره، او ان انا خالص. عارف، هقول لك على حاجة مهمة. في حاجة دايما كنت بسمعها: لو انت معرفتش تنجح هنا، مش تنجح في اي مكان تاني. فانت في مكانك، انت في بلدك، انت بلغتك، انت بطريقتك، انت بعفويتك. لما هتروح هناك هتبقى وسط ناس مش شبهك، مش افكارك، مش حاجات كتير. كلنا بني ادمين، وكلنا انسان، وكلنا عندنا الاحساس وعندنا كل حاجة. بس لو انت معرفتش تحقق نفسك هنا، مش هتحقق نفسك في حتة. انت وسط اهلك وسط ناسك وسط كل حاجة شبهك. فلما هتروح هناك هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه. لا. هتبقى عايز ترجع. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دي حاجة موجودة في القرآن، وحاجة موجودة في اللي هو في اتراكشن. فكرة انه اي حاجة انت بتفكر فيها ممكن تتحقق براك. فانت لو انت بتفكر ان انت فاشل هنا، لما تروح هناك هتبقى فاشل برضه. صح. لو انت ابتديت تدعم نفسك. وعلى فكرة الاتراكشن بيشتغل على ايه؟ ان انت تجذب الحاجات الكويسة بتشتغل على ايه؟ لازم تبقى على نفس القدر بتاع الحاجة اللي جاية لك. بمعنى، انا مثلا عايز ابقى راين رينولدز بتاع مصر مثلا. فانا راين رينولدز جسمه حلو، بيتمرن كتير، بيشتغل على نفسه في الكوميدي، بيشتغل على نفسه في الاكشن، بيشتغل على نفسه في حاجات كتير جدا. فهو بيعمل كده طول الوقت وهو ناجح. فانا محتاج ان انا اعمل الحاجات اللي شبهه عشان النجاح يجيلي، مش ان انا قاعد في البيت ونفسي ابقى راين رينولدز. ده اكزامبل يعني. فاهم قصدي؟ فهمت قصدك جدا. بس. مبسوط ان انت كنت معايا النهارده. وانا والله مبسوط جدا. عندك اوبشن ان انت ليك سؤال تساله لي، واتمنى ما تسالنيش حاجه، الله يخليك. عايز اسالك سؤال مهم قوي. وننهي على طول النهايه، الله يبارك اسالك لك. سؤال مهم قوي، عشان السؤال ده هيبقى في الصميم. يلا بينا. انت عامل البودكاست ده ليه؟ عامل البودكاست ده عايز ابقى مستمع اكتر، واتعلم منه ان انا ابقى منصت، لان انا دايما عندي تسرع في الكلام، وان انا بتكلم كتير. انت ما اتكلمتش خالص يا مدني حلو ده. والحاجة التانية ان انا ان شاء الله هكون اجمد محاور في الشرق الاوسط، وكذا شخصية نفسي ان انا يعني اعمل معاهم بودكاست عندك وهوصل ايجو لده. كبير قوي. ايه؟ عندك ايجو كبير قوي. ممكن. هتنفجر. بس شايفه ده ايجو سلبي ولا ايجابي؟ لا، انا مبسوط بيك.
جامد. حبيبي يا باهر، شكرا ليك. ومش هنسى ان انا لما كلمتك قلت لك عايزه تطلع معايا ما حلقه، تكبرش قلت لي المواضيع. انا هصور معاك حتى لو بكاميرا من بتاعه زمان في الموبايل. طب عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت انسان خلوق. ربنا يخليك. والله حتى كان باين في المكالمة وانت بتكلمني ان انت انسان خلوق وعارف. شكرا جدا، بشكرك جدا يا باهر، وان شاء الله تبقى استمتعت معايا وما حسيتش جدا. بالملل.